كنصوص تنظيمية لهذا القانون، حرصا منها على المساهمة في تطوير المهنة وضمان تفعيل القانون بطريقة تواكب الواقع. غير أن هذه المقترحات للأسف لحد الآن إلى حد اليوم لم تفعل، ما جعل من الصعب تقييم نجاعة هذا النص ولا حتى الحكم عليه مدى فعاليته أم لا. بمعنى لكل قانون نصوص تنظيمية إلى حد الساعة لم نراه، إذا لذلك يبقى القانون لا نستطيع أن نقيمه أو نسلفه. حضرات، إن الحديث عن الإطار القانوني للهندسة لا يمكن اختزاله في نقاش قطاعي صرف، بل هو في جوهره قضية مرتبطة بنموذج التنمية بنموذج التنمية الوطنية وجودة العمران وفعالية السياسات العمومية في التهيئة والتخطيط. إننا لا نبحث عن 94 يعني بدا من هذاك الوقت هذاك إلى غاية اليوم. وهذه المسمات بالمكاتب الدراسات العمومية كانت تخدم ولا تنافس المهندسين المعماريين بغير وجه حق. وقام المجلس الوطني في سنة 2023 برفع شكوى، برفع قضية ضد خاطر كيفاش كانوا يمارسوا كيفاش كانوا يمارسوا المكاتب الدراسات العموميه، كانوا يمارسوا بتعليمات صدرت انذاك يعني في 96 في مش عارف شنو السنه 2005. يعني الاسباب هي من المفروض كان هذا اليوم كي ينفتح بعرض الاسباب اللي راها لمناقشه لتعديل هذا المشروع. الاسباب شهيه، الاسباب راها مذكوره في الصفحه الاولى تاع مشروع التعديل هذا، وين الاسباب راها تهضر على الانتاج المعماري، على الاعتماد وعلى العقوبات. نهضر الفولي اللي خص لور دي زارشيتيكت تاع لي بيرو ديتود ايتاتيك وكاع هذاك صراع واحد اخر. حنا رانا نهضروا على ما بيناتنا، وهنا باش نبدا وين نكمل الستاره سي ولا اجراءات كونسيرنون هاد اللي كيسميوه نورمالمون دوك تلونسا في كاع لي 58 ولايه راهم لا ليست نوار 3 زارشيتيكت ان جروبمون دو 3 زارشيتيكت. خلاص نخرجوا On ne produit pas de l'architecture et c'est tout un débat. Bon, j'aurais aimé qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on parle d'autre chose. On parle, c'est-à-dire comment l'architecte arrive à, c'est-à-dire pour la création par exemple d'une plateforme dans laquelle l'architecte c'est-à-dire peut exercer à travers cette plateforme. Parce que la plateforme, si on arrive, c'est-à-dire à la concevoir et la mettre c'est-à-dire en marche, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Pour créer au niveau des wilayas. Au niveau des wilayas, il faut que ça soit créé, il faut que les architectes soient associés au KUB. Et le levier, pour finir, l'article 40, je pense. Les leviers d'application, c'est-à-dire, doivent être au diapason des TIC. Là, on doit utiliser les techniques d'information et de la communication. Bon, concernant l'adaptation et tout, la concurrence, il faut qu'on organise, c'est-à-dire un regroupement dans lequel on doit discuter des problèmes que nous rencontrons. On fait le membre de l'ordre des architectes. وكل ارشيتكت اسكري بغى ناخذ مسؤول على التصرفات نتاعه من حيث ارشيتكت حتى انتخابات هيئه من هيئه نقابه المهندسين المعماريين. حنا الموضوع نتاعنا هو القوانين، تغيير القوانين غير ملائمه. هذا هو الموضوع نتاعنا. تصرفات تاع الاشخاص ماناش مسؤولين عليها في الملتقى تاع اليوم باش ما نخرجوش عن الموضوع. هذه تصرفات تاع لا اسمح لي، تصرفات اشخاص وليس تصرفات هيئة النقابة. تصرفات خاطر النقابة يعني ريجي بار ان ديكري ليجيسلاتيف
وان ديكري اكزيكيتيف سوريجي شكرا. ما فيش فعلي للهيئة في صياغة ومتابعة تنفيذ هذه النصوص، فتح ورشة وطنية شاملة لمراجعة المنظومة القانونية للمهنة. ولأننا نؤمن أن الفعالية المؤسساتية تبدأ من التعاون لا من الانفصال، تبدأ من التعاون لا من الانفصال، فإننا نجدد من هذا المنبر، من هذه الولاية المضيافة، ولاية عين مشد ومناطق الغرب الجزائري، فإننا نجدد من هذا المنبر دعوتنا لتكثيف التنسيق بين الهيئة الوطنية والإدارة، سواء على المستوى المركزي